السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض طبقات كده من الجيلي والكاسترد بطريقة حلوة قوي، والشكل والطعم خطير زي ما انتوا شايفين. القوام بتاعها متماسك قوي، وكمان شكلها حلو قوي. هتعجبكم قوي وهتعجب الاولاد، وخاصة لما تجربوها لهم. حاجة كده هترطب في الجو الحر ده، وفي نفس الوقت بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجه معايا هنا كوبايتين من الحليب، والكوبايه اللي انا استخدمتها 250 مل. ضفت عليهم 3 معالق كبار من السكر، وممكن يوصلوا ل4 معالق لو انتوا حابين. وهنزل عليهم ب4 معالق من الكاسترد. ممكن نستبدل الكاسترد من معلقتين من النشا مع معلقتين من الدقيق. ضفت عليهم معلقه من اللبن البودر او الحليب البودر، ومعلقه من كريم شانتيه الخام او المحلى، مش هتفرق. وهنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، والفانيليا السائلة بصراحة بتكون أفضل من البودر كمان. هنقلبهم كويس، نرفعهم على النار. أهم حاجة القوام معايا يكون تقيل بالشكل ده. هتجيبي بقى أي قارب موجود عندك، سواء بقى بيضاوي أو على شكل وردة، أي شكل تفضليه. هديله كده مسحة بسيطة من الزيت بحيث ما تلزقش معايا. هو اصلا مش هيلزق، بس للامان عشان لو استخدمتي مثلا قالب ألموني او اي قالب تاني، فتديله مسحة بسيطة كده من الزيت، وتخرج معاكي الفورمة بشكل كويس. شايفين القوام تقيل ازاي؟ لدرجة ان انا استخدمت المعلقة وانا بنزل بالقوام بتاعي. هننزل بقى بكل كمية الكاسترد بالطريقة دي، وهنفردها ونسويها كده، وندخلها التلاجة لحد ما تتماسك وتبرد تماما. نيجي بقى لطبقة الجيلي. نص كوباية من المية، مية عادية خالص. ضفت عليها معلقة ونص من الجيلاتين. طبعا المعلقة اللي انا استخدمتها صغيرة، فضفت 3 معالق صغيرين، لكن لو هتستخدمي معلقة كبيرة فمعلقة ونص. هنقلبهم كويس واسيبهم على جنب. هنستخدم هنا بقى 2 باكت من الجيلي. استخدمي اي نوع جيلي تفضليه، بس هي الكاسترد عموما بتحب ان احنا نستخدم جيلي الفراولة. هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وهننزل بكوبايتين من المية المغلية. زي ما انتوا شايفين المية بتكون لسه رفعاها كده من على النار، او لسه نازلة من الكاتل. هنقلبهم كويس، وبعد كده هننزل بالجيلاتين. في ناس مش بتحب تستخدم الجيلاتين، بس بصراحة يا جماعة في اي حاجة هتحبي انك تقلبيها او هتدخلي شكل طبقات، فيفضل الجيلاتين، علشان الجيلي دلوقتي اللي موجود في السوق مش بيتماسك بسهولة. فالجيلاتين ده هيبقى امان معاكي واضمن وافضل. وطبعا هتجيبيه حلال، وهتجيبيه من مكان انتي واثقة منه. بعد كده هننزل بنص كوباية من المية. المية معايا هنا كانت باردة، وهقلبه واسيبه يبرد معايا طبعا تماما. هنا بقى هكون طلعت القالب بتاعي من التلاجة. هنبتدي كده ان احنا نفرغ الحواف بتاعته، علشان انا عايزة الجيلي ينزل تحت طبقة الكاسترد بالشكل ده كده. هخرجها من مكانها، وهننزل بقى بالجيلي. واهم حاجة تكون الجيلي هتنزلي على معلقة او اي حاجة، لان لو نزلتي مباشر على طبقة الكاسترد هتلاقي الجيلي يتداخل جواها. ونبتدي نفرغ تاني برضو بالشكل ده كده لحد الجيلي ما ينزل تحت بالشكل ده. وهنكمل باقي الكمية. الطريقة سهلة، بس بتطلع الشكل معاكي حلو قوي، وكمان طعمها بجد بيكون حلو قوي. شايفين انا برفعها هنا بحيث كل الطبقة تترفع كده، تكون يعني تحاولي انك توسطنيها، تكون طبقة الكاسترد في النص وتحتها جيلي وفوقيها جيلي. شايفين بقى بعد ما خرجت من التلاجة متماسكة قد ايه؟ مش محتاجة ان انا اضيف لها مية سخنة او ان انا اعمل لها بخار علشان اقلبها، لا، هتتقلب بكل سهولة. قطعوها بقى وقدموها، بجد الطعم بتاعها خطير. تنفع قوي لو عندك عيد ميلاد، فشكلها حلو شبه التورته كده، وفي نفس الوقت هتعجب الاطفال قوي، وبتفرح بالحاجه اللي بتكون فيها الوان متداخله، وحاجه مش تقليديه معتادين على ان احنا نعملها. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا في الفيديو، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شايفين الطبقات حلوه ازاي؟ كمان مش قادره اقول لكم طعمها رهيب. جربوها وان شاء الله تعجبكم. هسيبكم في رعايه الله.